الفيديو ده هيزعل ناس كتير قوي وهيزعلك انت، لان انا هكشف لك الحقيقه للاباحيه وللعاده السريه، وانها مش مضره زي ما اغلب صناع المحتوى بيقولوا لك. وهيزعل كمان صناع المحتوى، لان انا بعد الفيديو ده هوقف لهم كميه بيزنس كبير قوي مبني على انهم بيبيعوا لك الوهم انه قد ايه الاباحيه او العاده السريه بتدمر حياتك. فلازم انك تشترك في ايا يكن الحاجه اللي هم عاملينها بخصوص الحاجه دي، اذا كان كورس او اذا كان منصه تعافي، فتشترك فيها عشان حياتك ما تتدمرش. فتنويه سريع قبل ما نبدا الفيديو ده بلس 18، يعني لو انت كنت اقل من بلس 18 اتفضل اطلع بره الفيديو، ما تتفرجش على الفيديو ده، لان انا هاخد راحتي التامه عشان اقدر اوصل لك المعلومه، فهاخد راحتي في الكلام وبزياده. فيا استاذ فضول اللي شغال الفضول بياكلك، لو انت اقل من 18 سنه ما تتفرجش على الفيديو ده، اطلع بره. طب لو انت يا سيدي 18 سنه لفوق، فحاول انك تسمع الفيديو ده بعيد عن اطفال مثلا، او بعيد كمان عن اهلك، وحاول انك تلبس السماعات او توطي الصوت، لان زي لما قلت ان انا هاخد راحتي بزياده في الكلام. اول حاجه، احنا عندنا عاده سيئه واللي هي الاباحيه، ومربوطه معاها العاده السريه. فعشان لازم نتغلب على الحاجه دي، لازم انك تعرف عدوك كويس جدا وتفصص عدوك. يعني مثلا ما يكونش مثلا عدوك عامل زي الفرخه وانت تفكره تنين، او ما يكونش مثلا عدوك اسد مفترس وانت مفكره قطه. فلازم انك تعرف عدوك كويس جدا عشان تقدر تتغلب عليه. طب يا سيدي، الاباحيه يا ترى كده الاباحيه دي بتضرك في ايه؟ بس يا عم توماس ريح كده، انت جيت لي في ملعبي. انت عاوز تعرف الاباحيه بتضرني في ايه؟ هقول لك انا الاباحيه بتضرني في ايه، بس قبل ما اقول لك الاباحيه بتضرني في ايه، انا اتفرجت على فيديوهات جابت 1,000,000 مشاهده ونص مليون مشاهده و100,000 فيديوهات كانت بتقول اضرار الاباحيه، وانا جاي يا سيدي هنقولها لك. يعني انا ما بجيبش هبد من عندي، والناس دي جايبه ملايين، فانا هقول لك الاضرار اللي هي اتقالت في الفيديوهات دي. اتفضل يا محترم قول، سامعك. خد عندك يا عم توماس، اول حاجه ثقتك في نفسك هتقل، مهاراتك الاجتماعيه هتكون قليله جدا، هتميل للعزله اكتر، مش هتعرف تتعامل مع الناس، هتسبب لك اكتئاب، هتسبب لك مرض الزربوي في الهو، وعندك امراض كتير قوي. فانا ذكرت لك شويه امراض كده بس على السريع يعني هتسببهم لك الاباحيه. يا راجل، يعني الاباحيه هي اللي عملت كل ده؟ الاباحيه هي اللي مدمره حياتك كده؟ يا نهار اسود، تصدق ان انا ما كنتش اعرف الكلام ده كله؟ يعني بصراحه انت فاجئتني جدا والله بالكلام ده. الاباحيه تقلل لك ثقتك بنفسك ومهاراتك الاجتماعيه. الذنوب احنا ماشي عارفينها انك انت بترتكب ذنوب، بس هتدخلك في اكتئاب. يا نهار اسود، ده الاباحيه طلعت مدمره فعلا زي لما الناس دي كلها بتقول. يعني طب بس انا عندي سؤال كده بس صغير بس، يعني مش انت اللي فاشل مثلا وبتعلق شماعة فشلك على الإباحية؟ فشل ازاي يعني؟ انا بقول لك وعن تجربة شخصية، الإباحية خلتني ما عنديش مهارات اجتماعية، وكمان خلتني مكتئب. دي تجارب واقعية حصلت لي. يعني اديك انت ذكرت مثلا حاجة زي انه ثقتك في نفسك بتقل. طب ما تيجي كده، يعني ايه طيب ثقتك في نفسك قلت؟ يعني انت كنت واحد صاحي واثق من نفسك وكل حاجة معاك 100%، ولو مشيت في الشارع هتبص في عين 5000 واحد اللي ماشيين في الشارع، ولو كنت ماشي بالكلسون في الشارع مفيش اي حد فارق معاك، وانت ثقتك في نفسك توب التوب يا باشا. بس انت النهارده قررت انك تتفرج على فيديو اباحي، هوب ثقتك في نفسك طارت. انت ما بقاش عندك ثقة في النفس خالص من بعد لما اتفرجت على الفيديو ده. طب تيجي نمسك مثلا مهاراتك الاجتماعية. يعني انت واضح انك فعلا اجتماعي جدا، انت ما بتمشيش في الشارع موطي راسك في الارض ومش عارف ايه. طب ما انا قلت لك يا توماس، انا بمشي في الشارع موطي راسي في الارض عشان انا اتفرجت على اباحيه. طب قبل ما تتفرج ما انت كنت كده برضه، يعني مفيش حاجه جديده اتغيرت. يعني انت ليه ماسك الاباحيه ان هي اللي عملت كل ده؟ طب مش انت قلت برضه حاجه كويسه جدا؟ ما مش انت قلت انها مهاره، يعني مهاره اجتماعيه؟ يعني الانسان ما بيتولدش اجتماعي، ما فيش انسان اتولد كده الدنيا كلها عارفاه وهو عارف الدنيا كلها. طب ايه يعني كلمه مهاره يا عم؟ مثلا انت واحد بتلعب جيمز مثلا بتلعب يا عم مثلا لعبه معينه، واللعبه دي فيها مثلا سنايبر، فانت واحد حبيت السنايبر وبدات انك تلعب بيه كتير قوي، فمهارتك فيه اتطورت، بقيت اي حد تشوفه تطلع السنايبر فبقيت انت بعدين اي حد تشوفه بالسنايبر كويك سكوب كده تجيبه كده على طول. عندك انت مهاره فعلا بالسنايبر. بس هل المهاره دي جات لك فجاه كده رباني؟ اول لما انت حملت اللعبه الفلانيه نزل عليك ملاك كده من السماء قال لك انت عندك مهاره سنايبر؟ يعني الحاجات دي كلها ما حصلتش. انت فضلت تتدرب كتير قوي لحد لما انت فعلا اكتسبت المهاره دي. فزيها زي المهاره الاجتماعيه، انك انت بتحط نفسك في مواقف وبعدين بتكتسب المهارة دي وبتبقى اجتماعي اكتر واكتر. يعني انت يا توماس قصدك انه الاباحية ملهاش دعوة بالحاجات دي كلها، وان انا اصلا فاشل بس انا بعلق شماعة فشلي
على الحاجات دي، واليوتيوبريه اللي انا بتفرج عليهم اللي بيقولوا لي ده العاده السريه بتعمل لك كذا والاباحيه بتعمل لك كذا ومش عارف ايه بيعمل لك كذا، الناس دي كلها كانت يا دوبك بتسكن الامي ان الحاجات دي كلها بتحصل لي لما انا بتفرج على الحاجات دي. الله ينور عليك، اديك اهو يا عم فهمتني. طب يا توماس، ما برضو يعني الاباحيه يعني بتضرني برضو، يعني حتى لو ما ضرتنيش في الحاجات دي برضو بتضرني. الإباحية والعادة السرية بيعملوا لك مشاكل، بس ايه هي فعلا المشاكل اللي هي بتسببها؟ هقول لك انا ببساطة المشاكل اللي هي بتسببها. انت بني ادم بكامل عقليتك رحت انك تتفرج على فيديو اباحي، فانت في الفيديو ده بيحصل لك ايه؟ بيحصل لك انتصاب في العضو الذكري. طب هل انت بتكتفي مثلا انك انت تتفرج بس؟ اكيد لا، انت بعدين ما بتكتفيش بكل ده، فبالتالي بتستمني على الحاجة دي. طيب بعد لما عملت الدايرة دي كلها، انت يا باشا شغال بتعود دماغك، شغال بيتعود، وانت شغال بتعوده انه لما انا هتفرج على الحاجات دي هيحصل لي انتصاب، ولما حصل انتصاب انا استمنيت، انت جيت اتجوزت. يا اخي الف مبروك اتجوزت. طب بعد لما اتجوزت جيت تخش في علاقة حلال وعلاقة طبيعية جدا، والبشر كلها متفق انها علاقة طبيعية وحلال محللة. طب بعد لما تخش في العلاقة دي الانتصاب ما هيكونش كويس، او ممكن اصلا ما يحصلكش انتصاب خالص. طب ليه انت مريت بالمرحله دي وهتفضحنا دلوقتي؟ عشان انت عودت دماغك الانتصاب هيحصل لما تتفرج على الحاجه دي، وكنت بالتالي بتستمنى عليها. يعني انت شغال بتبني وبتعود مخك اكتر واكتر انه لا، الحاجه دي هي اللي لما انا هتفرج عليها يحصل عندي انتصاب وبعدين هستمني منها. طب وبعد لما اتجوزت هتفضحنا ولا ايه يا معلم؟ فانت طبعا ما تقبلش الفضيحه على نفسك، وانت فاهمني كويس جدا، فبتروح تاخد البرشام اللي في الصيدليه وتبهدل نفسك اكتر واكتر. فهي دي الاضرار الفعليه لما انت تتفرج على الاباحيه، هي دي فعلا الاضرار اللي انت بتبنيها، لانه بكل بساطه مخك ده متعود ان هو يتكيف على اي وضع. اي وضع لو انت عودته عليه مخك هيقول لك فل الفل معاك يا باشا. فرضا مثلا انك انت معاك قلم عادي جدا، انت بتكتب باليمين، رحت انت جربت انك تكتب بالشمال، هل انت هتعرف تكتب بالشمال في البدايه؟ مش هتعرف تكتب بالشمال في البدايه، بس مره في مره في مره في مره ايدك هتتعود انها تكتب بالشمال، ومخك هيعود ايدك انها تكتب بالشمال. نفس الموضوع لما انت بتتفرج على اباحيه، مخك بيتعود ان هو الحاجه دي هي اللي المفروض طبيعي، بس هي اصلا مش الطبيعي. طب بالنسبه للمهارات الاجتماعيه وقله الثقه بالنفس وقله التركيز والاكتئاب، الكلام ده كله هراء. فما تعلقش انك انت مش مركز في حياتك، او انك انت حياتك متبهدله، او انك انت مهاراتك الاجتماعيه قليله، او انك انت مكتئب. ما تعلقش كل ده على شماعه انك بتتفرج على اباحيه. الاباحيه ملهاش دعوه بكل ده. انا قلت لك الاضرار اللي هي هتحصل لك، ده غير كمان الذنوب اللي انت بترتكبها يعني بعد لما انت بتعمل اللفه دي كلها. ازاي يا توماس ابطل اتفرج عليها؟ يعني انت فهمتني الاضرار وقلت لي انها ملهاش علاقه بالحاجات دي كلها، فازاي هتغلب عليها؟ هقول لك انا. انت مثلا جيت خلاص مخك ناوي، وانت ناوي وكل حته في جسمك ناويه انك انت عاوز انك هتتفرج على اباحيه. قبل لما انت تقفل الباب وتجيب تليفونك وتجيب المناديل وانت فاهم الليله دي كلها، فكر كده لمده دقيقه انك انت بتعمل حاجه غلط، فانت عندك ذنوب. اول حاجه كده ذنوب. طب تاني حاجة انت بتعمل ايه برضو؟ انك انت لو انت عملت الحاجات دي كلها انت هيحصل لك كذا وكذا 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 في المستقبل. هل انت عاوز يحصل لك الحاجات دي؟ بدام انت عاوز براحتك، احنا ملناش دعوة بيك، انت اللي هتتجوز وانت اللي هتفضح نفسك، احنا ملناش دعوة بيك. طب انت مش عاوز مثلا الحاجات دي كلها تحصل لك، فتقول يا رب ساعدني ان انا ما اتفرجش على الحاجة دي، وترزع تليفونك وتحاول انك تهدي نفسك، تخرج تتحرك تجري تعمل اي حاجه تطلع شويه النشاط اللي هو بيحصل لك ده. وتلقائيا بعد لما هيتملي المخزون عندك من السائل المنوي هتروح هتنام، هتحتلم وتنزل الحاجه دي. بس انت في الاحتلام اكنك عايش في الواقع وكأنك بتعمل حاجه واقعيه، وبعدين هتتفرغ كل الحاجات دي. يعني انت ما عملتش ذنوب، وكمان ما هيحصلكش في المستقبل الحاجات اللي انا جيت قلتها لك دي كلها. فنصيحتي ليك الاخيره، يعني لو انت اتفرجت على الفيديو ده لحد دلوقتي، فرجاء يعني ما تتفرجش على اي فيديو تاني عن العاده السريه بقى والاباحيه والحاجات دي كلها، لانك انت يعتبر خلاص كل حاجه فهمتها، انت كل حاجه فهمتها. بص انت مش ملاك، تمام؟ وهيجي عليك يوم هتضعف فيه وهتعمل الحاجات دي كلها عادي جدا. جالك يا عم مره مثلا في الشهر، مره مثلا في الاسبوع، بس انا ما بقولكش الحاجات دي عشان انت تقول يا ده انا النهارده الاسبوع ده ما عملتهاش هعملها، لا،
بس مثلا ضعفت خلاص، وجيت انت هتعملها خلاص عملتها، حصل اللي حصل، تستغفر ربك، تقول له يا رب سامحني، يا رب اديني قوه ان انا ما اعملش الحاجه دي بعدين تاني، وتكمل يومك طبيعي جدا. ولا تحط في بالك انها تسبب لك اكتئاب وتسبب لك مش عارف كذا وتعمل لك كذا وكذا وكذا. حصلت خلاص ايا يكن، وتحاول المره الجايه انك انت ما تعملهاش. هتحصل برضو تاني وتفضل تحاول، وفي النهايه ما تسمعش لعقلك، اسمع لنا. وما تسمعش كمان اللي بتوع مطورين الذات، وما تسمعش لبتوع الاباحيه اللي قناه، يا نهار اسود، قناه كامله معموله ما بتتكلمش عن اي حاجه غير الاباحيه، واكن الاباحيه دي هي سبب شرور العالم كله. اديك انت عرفت اضرارها الفعليه وعرفت كل حاجه، والخيار قدامك براحتك. هتعمل هتفضحنا، مش هتعمل هتكون توب التوب. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.